السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. يحكى أنه كان هنالك حكيم صيني، فهذا الرجل الحكيم كان هو يحل كثير من القضايا والمشاكل في الزمن القديم في دولة الصين. فهذا الرجل الحكيم جاه راجل وقال له: يا أخي أنا عندي مشكلة وعندي ضغوط وعندي كثير من المشاكل، طلب منه المساعدة، طلب منه العون في حل هذه المشاكل. فهذا الرجل الحكيم طلب من الرجل: طيب أنا حأعطيك وصفة معينة لحل المشكلة، بشرط إنك أنت تأتي عدد كبير من الناس اللي تعرفهم وكذا فجاء الرجل اللي هو صاحب الشكوى وجمعه عدد كبير فطلب منهم كل واحد يكتب مشاكله وضغوطه ويكتبها بدون ما يكتب اسمه. هذا الرجل الحكيم جمع كل الشكاوي والمشاكل وضعها في سلة. فبعد ما وضعها في السلة طلب من الرجل اللي طلب منه المساعدة إنه ياخذ أول ورقة وحيكون فيها حل مشكلته. فأول ما جاء الرجل وسحب الورقة قرأ فيها يمكن ضغوط ومشاكل أكثر من مشكلته هو، فقال له: لا، أنا عايز مشكلتي بدل ما المشاكل الأخرى. وهذا الدليل إنه نحن نمر بضغوط حياتية وكلنا لنا مختلف أنواع من المشاكل والضغوط، ولا نستطيع أن نقول نريد حياة خالية من الضغوط والمشاكل، لأنه إذا الحياة خلت من الضغوط والمشاكل معناها هذه هي الموت أو نهاية الحياة. ولذلك يمكن نحن كثير مننا يمر بشكل يومي وبشكل مستمر يواجه ضغوط الحياة. فاليوم نتحدث ما هي الضغوط النفسية، ما هي الضغوط والمشاكل اللي تمر بنا. تقريبا يمكن الكل تسمع أي حتى الأطفال الصغار يقول: أنا مضغوط، أنا طفشان، أنا كذا. لكن لو سألنا أي حد مننا ما هو تعريفنا للضغط النفسي، ما هي الضغوط أصلا تعريفنا؟ الضغط بمعنى إنه معنى الضغط النفسي وتعريفه اللي هو تشعر بالإجهاد، تشعر بأنك أنت تشعر بأن الشخص يشعر أنه مشدود، يشعر نوع، وهذا نتيجة للتوتر وللقلق وللحالة النفسية اللي يمر بها الفرد. طيب كيف يحدث هذه الضغوط النفسية وإلى أي مدى أهمية هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع حقيقة أخوان وأخوات المشاهدات يأتي لأنه كثير من الأمراض الآن نحن في عالم يمكن نسمع بشكل مستمر هذه الأمراض اللي أمراض عدوية لكن نتيجة للضغوط النفسية. يمكن كثير من الشباب في ريعان شبابهم اللي تلقى إنه جاته الذبحة ومات بالذبحة، أو كمان عندنا الكثير من الجلطات الآن بقت بصورة منتشرة. يمكن في الزمان الماضي ما كثير نسمع إنه شباب أصيب بجلطة أو كذا، لكن الآن نتيجة للضغوط الحياة، إذا كانت هذه الضغوط مادية، ضغوط أسرية، ضغوط اقتصادية، ضغوط سكن، ضغوط حياة جارية، نجد إنه نتيجة لهذه الضغوط تجد إنه ظهرت كثير من الأمراض اللي هي أمراض نفس في أساسها مرض نفسي أو أساسها ضغوط نفسية، واللي ذكرتها من ضمنها هي الذبحات. ويمكن تجد إنه أطفال صغار وشباب اللي عنده ضغط، اللي عنده سكر وكذا فبما أنه هذه الضغوط تسبب لنا كثير من الأمراض وتؤدي إلى أمراض جسمية عضوية، فبالتالي نحن من الحقيقة من الشيء الهام جدا نحن لازم نفهم طبيعة الضغوط، كيف نتعامل مع الضغوط، كيف نستطيع أن نتكيف مع ظروف الحياة، بما أنه هي حقيقة بصراحة ما أحد مننا يوقف الضغوط ولا يقول أنا ما يكون عندي أي مشكلة، فإنه بما أنه أمر حتمي وإنه شيء لا يمكن تجنبه في الحياة، فبالتالي كيف أنا أتعامل معهم،
كيف أفهم ضغوطي ومن أين جاءت هذه الضغوط وما هي أسبابها وما هي أنواعها. فتحدث الضغوط، وكيف تحدث الضغوط؟ حقيقة الضغوط بتحصل لنا نتيجة لأنه الفرد مننا بيكون عنده يعني رغبة أو تكون عنده دافع لشيء معين، فبمجرد أنه يأتي عائق ويحول دون تحديد الرغبة. مثال مثلا أنا مثلا طالبة أدرس في الجامعة، وأكيد يعني الدراسة والحياة الأكاديمية ما هي سهلة، فأنا يعني نتيجة لأن أنا ما عايزة يكون عندي تعب وجهد إن أذاكر وأبحث، فعايزة يكون وقتي كله في الترفيه والخروج مع الأصدقاء وأقضي وقتي في الأجهزة وكذا. فكون أن الدراسة تعوق هذه الرغبة، فبالنسبة لي أنا تمثل هي مصدر الضغط، وهنا يحدث هو الشعور بالضغط، الشعور بعدم راحة، الشعور بأن أنا أشعر بأن أنا مرهقة مجهدة وهكذا يعني. بالإضافة لضغوط الدراسة عندنا كمان ضغوط العمل. يعني إذا أنا عايزة أنجح في عملي، أحقق مكانة اجتماعية، يكون مصدر بالنسبة لي أنا كذلك العمل مصدر دخل ومصدر كسب العيشة. فيعني مطلوب مننا أن نصحى في الصباح الباكر، أنوم من وقت مبكر. فهذه الأشياء قد بالنسبة لي أنا تعتبر نوع من اللي هي القيد، نوع من الضغط، لكن بدونها حياتك كذلك حتكون في مشكلة إذا أنا ما استطعت أن أنظم وقت وكذا يعني. فهذه العوائق اللي تواجهنا، إحنا كان بمجرد إن أنا أجد شيء يحول دون رغبتي، دون أنا ما أحقق أشيائي، فبالتالي بالنسبة لي يصبح مصدر ضغط يعني. وتلاحظوا يمكن الأخوة والأخوات اللي عندهم أبناء وحتى إخوة صغار، يعني تقول لك أنا مضغوطة، أنا طفشت. الأبناء خاصة يقول لك من دراسة، كل يوم دراسة، كل يوم مذاكرة، كل يوم اختبار. فهذا بالنسبة لهم يعتبر هو نوع من أنواع الضغط النفسي، لكن بدون هذا النوع من الضغوط الحياة لا تستمر. وهذه تكون واحدة من أسباب الضغوط. كيف تحدث الضغوط في حياتنا اليومية؟ يعني ليس المهم إنه كمية أو نوع الضغط، لكن الأهم من ذلك أنه كيف نتعامل مع الضغط، كيفية إحنا نتأقلم مع حياتنا، كيف نتكيف مع الحياة اللي تواجهنا. بما أن إحنا كلنا متفقين، ويمكن الكل اللي يشاهدنا الآن وليحضر هذه الحلقة يمر بظروف، يمر بضغوط أيا كان نوع هذا الضغط يعني. لكن بما أن الحياة ما تخلو من هذه الضغوط، الأهم في الأمر كله كيف أنا أتكيف، كيف أتعامل مع هذا الضغط، كيف أستطيع أن أدير هذا الضغط أيا كان نوعه. نأتي الآن لأنواع الضغوط النفسية، بما أن عرفنا أنه أهميتها وكيف تحدث. الآن ما هي أنواعها؟ فنرى يمكن كل واحد مننا الآن يجد نفسه في أي وضعية، في أي نوع هو الآن يمر بأي نوع من هذه الضغوط. عندنا النوع الأول هو النوع اللي هو الباد ستريس، اللي هو الضغط السيء. وهذا الضغط السيء يمكن مثال للضغط السيء نجد أنه فقد العزيز أيا كان العزيز، أخ، أخت، أب، زوج، ابن. يعني فقد العزيز يعتبر من الضغوط السيئة جدا، من الضغوط الكبيرة جدا اللي يمر بها الإنسان. كذلك من الضغوط السيئة هو الابتلاء بالمرض العضال، يعني يكون مرض مزمن، مرض خطير، يكون علاجه مكلف، يكون يعني بيكون هذا المرض علاجه عبء وتكاليفه على الأسرة بأكملها. عندنا النوع الثاني من الضغوط هو الضغط الجيد. هو الضغط الجيد يمكن من اسمه اللي هو أحيانا قد نحن نراه هو ضغط، لكن هو يعتبر ضغط جيد. مثلا الحياة الزوجية، في بداية الحياة لما الشابة والشاب يقبل على الحياة الزوجية يعتبر نوع من الضغوط. يعني كيف حتعامل مع الزوج، هذا الرجل يمكن بالنسبة لها حياة جديدة، كيف حتعامل معها. كذلك المولود الجديد، يعني البنت الشابة أول مولود لها ما يكون عندها خبرة، ما عندها تجربة في الحياة، فبالتالي بتكون في حالة ترقب، في حالة قلق، في حالة يعني الضغط. كيف راح تكون يعني كيف حيكون هذا الابن. حتى التفكير في عملية الإنجاب نفسها هي تعتبر نوع من الضغط، لكن ضغط جيد، بما أنه هو هذا الضغط بالنسبة لها يعني حياة جديدة، زيادة في أنه هي من حيث اللي هو
الحياة اللي هي كونت حياة أسرية جديدة، ويعتبر هذا ضغط جيد من الضغوط. السفر، يعني أنا لما أفكر في السفر أظن أي واحد مننا يمكن تلاحظه في درجات معينة من التوتر والقلق والضغط في أثناء السفر. فتجد من الناس ما ينام الليل كله، يقول لك أنا ما نمت لأن أنا بكرة مسافر. أحيانا حتى داخل الدولة نفسها الانتقال من مدينة لمدينة أخرى يعتبر ضغط نفسي. هذا نوع من الضغوط الجيدة، بمعنى أنه هو ضغط لشيء، يعني شيء جيد وشيء مريح وشيء إيجابي بالنسبة لأي واحد مننا. ضغط العمل كذلك يعتبر من الضغوط الجيدة، بمعنى أنه أنا عندي دوام، عندي التزامات تجاه العمل، مثلا أنا ملتزمة أن أنا أحضر في الوقت، أقدم هذه المحاضرة في وقت، وتكون علي مثلا كثير من يعني مسؤوليات، أكون رتبت وضعي من وقت مبكر وأتي للمكان الاستوديو، والأخوة حتى العاملين الآن هم خلف الكواليس، يعني ممكن معانا الأخوة الطاقم كله في هذه القناة المباركة، بيكون كل هذا الجهد على الجميع. يعني هذا نوع من الضغوط الجيدة اللي تضيف للإنسان شيء إيجابي في حياته. يعني فنظرتنا إحنا للأمر نفسه قد إحنا نقول مثلا إحنا مضغوطين وتعبان وأنا عندي عمل ووظيفة وكذا، لكن يعتبر هذا من الضغوط الجيدة والضغوط الإيجابية. هنالك ضغط النوع الثالث اللي هو الضغط المرتفع. هذا النوع من الضغوط يعني يعتبر نتيجة للتراكمات، ونجده يمكن أقرب مثال عندنا، يعني في بعض الإخوة والأخوات يعيشوا حياة زوجية تكون أشبه بحياة اللي هي فيها يعني حياة كلها تعاسة، حياة كلها يعني علاقات سامة زي ما يقول، يعني علاقات غير سليمة. فتجد أنه تراكم هذه الضغوط هي متحملة. يعني أنا أتذكر كثير من الحالات اللي مرت علي وأثناء يعني مثلا عملي كمرشدة، تجد أنه تقول لك أنا ما عايزة يعني انفصل من زوجي، وتتحمل ما لا تتخيلوه من الضغوط والمشاكل والمعاملة السيئة، لأنه هي لا يعني ما تجد مكان آخر تلجأ إليه. يعني سبحان الله، يكون حتى الأهل غير متقبلين بنتهم لو هي انفصلت من زوجها، وهكذا. يعني هذا النوع من الضغوط مع تراكم تصبح من الضغوط المرتفعة، وتعتبر من الضغط اللي هو مرتفع جدا، لأنه نتيجة للتراكمات. وقس على ذلك يعني حتى في العلاقات الأخرى، نجد أنه في علاقة الأخوان فيما بينهم، علاقة الأبناء، يعني يمكن نحن كثير في مجتمعاتنا تجد أنه الواحد يتحمل أخوانه، ويعني وتتراكم الضغوط لحد ما تصل مرحلة أحيانا تؤدي إلى إنهاء هذه العلاقة، وتؤدي لمشاكل أسرية كبيرة جدا. الضغط عندنا النوع الأخير هو النوع الرابع، هو الضغط المنخفض. ما هو الضغط المنخفض؟ هذا الضغط بسيط، يعني يحدث لكل واحد مننا بشكل روتيني، يعني أحيانا يأتي نتيجة للملل. يعني مثلا أنا أكون خلصت أعمالي وما عندي موضوع، يعني مثلا أحيانا تشعروا وتجد أنه خاصة الآن ونحن نمر في عطلة صيفية، وتجد أنه طالبة ما عندها دراسة، طالبة جامعية أو أي كانت هذه الطالبة في أي مرحلة، ما في برنامج، فتشعر بملل، تقول لك أنا يعني تحسي إنه على طول يعني ملينا طفشنا نحن، يعني نتيجة لماذا؟ لأنه ليس هنالك شيء، ليس هنالك عمل الإنسان يقوم به. فإذا كان حياتنا خالية من أي شيء يشغلنا، أكيد حيسبب لنا يعني حتى النوم وعدم وجود برنامج حيكون واحد من أنواع الضغوط اللي تمر يعني بينا في حياتنا، لكن تعتبر هي نوع من أنواع الضغوط. فالآن نرى نحن كل واحد مننا أي نوع من هذه الأنواع يمكن نحن نمر به على مختلف، لكن النوع الأول زي ما ذكرت، من منا ما فقد عزيز، من مننا سبحان الله يعني مرت عليه لحظات إنه مر بضغط اللي هو الضغط السيء، لكن هذه إرادة الله. يعني سبحان الله نحن لا نملك لنفسنا شيء، وبالتالي هذا النوع من الضغوط يعتبر إنه ضغوط يعني خارج نطاق سيطرتنا وخارج نطاق إرادتنا، نحن ما نملك شيء لأنفسنا، وبالتالي هذا الضغط السيء يعني قد يأخذ معنا وقت، لكن لابد من مواجهته والتعامل معه. يعني طيب نحن الآن نأتي لنقطة أخرى، بما أن هذه أنواع الضغوط وأهميتها، يعني كيف أنا أفهم هذا الضغط؟ فلا بد أن نحن نفهم هذه الضغوط ونعرف أين مصدرها وما هي أسبابها، من أجل ماذا؟ من أجل التعامل معها.
بمعنى أنه إذا أنا فهمت مصدر الضغط أستطيع أن أتعامل معه، وهذا ما سوف نناقشه في الحلقة القادمة، كيف ندير ضغوط الحياة وكيف نتعامل معه وما هي الأساليب الصحيحة. إن شاء الله حيكون نقاشنا في هذا الجانب في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.